السلام عليكم. عندك سجادة زي كده وعايزة تنضفيها؟ تعالي شوفي الفيديو وشوفي عملنا مكونات ايه عشان تطلع معانا بالنظافة دي. ب5 جنيه بس هتنضفي سجادتك على الناشف. السجادة الشعر كلنا بنشتكي اللي هي بتبقى في النظافة بتاخد مجهود شوية. ب5 جنيه بس، وحاجات من بيتك. هنعمل مكونات تخلي السجادة زي ما انت شايفة كده فلة، اللهم بارك. تعالي نشوف عملناها مع بعض ازاي بكل سهولة. هنا بقى اول خطوة، عندك مكنسة لازم تطلعي التراب واي بواقي في السجادة. انا طبعا المكنسة تحت السرير، فانا عندي دي بتلم اي حاجة في السجادة. لازم انضفها كلها من اي بواقي بقى، اكل فيها شعر فيها الكلام ده كله، عشان بصي نغسلها على الناشف كده بكل سهولة وهتشوفي النتيجة بنفسك. الخلطة اللي هنعملها بقى للسجادة، بصي يعني حاجة سهلة ومش مكلفة. عندي لتر مية، وهنا هحط شوية كربوناتو تحفة جدا عن تجربة يعني. في الغسيل بقى، في الحاجات يعني لو هتعملي مسحوق حطي شوية منه، هيدي نظافة تحفة جدا. والمكون الاساسي بتاعنا الخل، حطي خل. ومعانا بقى اللي هينضف بقى وهيجيب من الاخر كيس كلوريكس الوان، هنفضيه كله وهنقلب الكربوناتو مع المية مع الخل، وهنحط الكلوريكس كله الالوان وهنقلب. طبعا اوعي تحطي اي حاجة فيها رغوة، تمام؟ ممكن تحطي برسيل جل دوني الكلام ده كله، بس احنا مش عايزين رغوة. تعالي بقى نشوف، هاتي فرشتك الجميلة وتعالي نشوف هنعمل ايه. طبعا هنجيب الفرشة بتاعتنا، هنحط كده يعني ايه، وننفضها كده ونعمل ايه. بصي الجمال، الفرق بيبان بقى. بصي الجمال. نعمل كده وننفضها كده ونعمل ايه السجادة كلها بالمنظر ده. انتوا شايفين طبعا الفرق في النظافة والريحة تحفة جدا. الكلوريكس الالوان اصلا ريحته حلوة قوي اهو. هدعك بقى ايه السجادة كلها واوريك الشكل النهائي، عشان لو عندك سجادة زي كده تعمليها على الناشف وهتطلع معاكي النتيجة في منتهى الجمال. وهنا بقى بعد ما خلصت السجادة كلها، اللهم بارك بقى، شكلها تحفة جدا وريحتها في منتهى الجمال. بصوا الجمال، بقت تحفة جدا. انا عملتها كده عشان ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب. قبل رمضان بقى هوديها تتنضف، بس انا عملتها كده عشان تبقى نظيفة ومنورة زي ما انتم شايفين. جربوا الطريقة تحفة جدا وهتجيب معاكم نتيجة في منتهى الجمال. ما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.